بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده معانا كنز يعتبر مهمل يا جماعة، كتير جدا فينا مش بيستخدمه. كنز ربنا عطاهولنا سهل وجميل جدا جدا جدا، من خلاله ممكن تحققي حاجات كتيرة جدا جدا نفسك فيها وتحسي بالسعادة وراحة البال. الكنز ده يا جماعة هو ذكر معين وليه قصة معينة على عهد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه هي القصة؟ القصة دي يا جماعة كان في صحابي من أصحاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كان اسمه مالك ابن عوف. سيدنا مالك بن عوف ده يا جماعة كان في الوقت ده كان رجل مسن كبير، يعني كان كبير في السن، ما كانش بيشتغل، كان عنده ولد هو العائل بتاع العيلة بتاعتهم. تمام، كان الولد ده بيشتغل وبيصرف على سيدنا مالك وعلى زوجته. طيب، جه في يوم من الأيام ابنه أسروه المشركين، خدوه. تمام، خدوا ابنه يشغلوه عندهم، يرعى لهم أغنام، يحرس لهم حاجة. فطبعا أصبح سيدنا مالك ما عندوش حد يعوله. تمام، ومش لاقي قوت يومه، لدرجة ان هو مش لاقي ياكل ولا يشرب هو ومراته. فخد بعضه وراح رايح على سيدنا رسول الله. قال لسيدنا رسول الله: انا ابني دلوقتي خدوه الكفار، وانا مش لاقي حد يعولني انا ومراتي، ومش لاقي قوت يومي. سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام قال له: ارجع البيت والزم انت ومراتك الذكر ده. ايه هو الذكر يا جماعة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب، سيدنا مالك رجع البيت، مراته فتحت له البيت او الباب، فقالت له: ما جئت به من عند رسول الله. هي يعني هي قالت مثلا سيدنا رسول الله ممكن يديله مثلا قوت يوم وحاجه ياكلها، فلوس بتاع. فقال لها سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام: قال لي: الزم لا حول ولا قوه الا بالله انت ومراتك، اكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله. فقالت له ايه؟ لو واحده فينا احنا من الزمن اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي كانت تقول له: طب ما ادكش حاجه ناكلها، ما ادكش حاجه نشربها، طب هو احنا لو قلنا كده يعني هناكل ونشرب، احنا جعانين. لا، الست العاقله المؤمنه فعلا بربنا وبرسوله قالت له: نعم ما جئت به من عند رسول الله. تمام، فطبعا قعد هو ومراته واكثروا او قالوا كتير جدا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قام سيدنا مالك يصلي الفجر، هو نايم من غير عشاء هو ومراته، ولزم الذكر اللي قال له عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا جماعه ايمان، يعني هو مآمن ومقتنع تمام الاقتناع ان عمر رسول الله ما هيقول له على حاجه مش هتعمله اللي هو فعلا عايزه. يعني لو حد غيره طب انا هفضل اقول كده، يعني انا هاكل وهشرب مثلا؟ لا، لازم اللي قال له عليه سيدنا رسول الله. فطبعا قام يصلي الفجر، سمع خبط على الباب، استغرب هو مين اللي هيجي لي دلوقتي. فسيدنا مالك فتح الباب، لقي مين في وشه؟ لقي ابنه. ومش ابنه بس، لا، ده ابنه وراه قطيع من الأغنام. فسيدنا مالك طبعا فرح جدا ان هو ابنه رجع له، واستغرب لان ايه الأغنام اللي وراه دي. فطبعا ابنه قعد وحكى له القصة. قال له: يا والدي، انا لما الكفار خدوني ارعى لهم بستان كبير جدا، والبستان ده فيه مجموعة او قطيع الأغنام اللي ورايا ده دلوقتي. فطبعا استغليت فرصة ان البستان ده كان بيحرسه اتنين يعني حارسين ضخمين جدا، يعني بنيتهم قوية. فقال استغليت فرصة ان الحارسين دول يعني ناموا نوم عميق جدا وايه وهربت. بس اللي استغربت له يا والدي ان انا لما هربت القطيع ده هرب ورايا، مشي ورايا، وكل يعني في اي مكان اقف فيه او استنى فيه الاقي القطيع بيقف معايا، امشي يمشي ورايا، ولحد ما جيت هنا والقطيع ده جاي ورايا. فسيدنا مالك اتعجب جدا من الموضوع، وخد ابنه وراح ذهب لسيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا حكى له اللي حصل او اللي ابنه قال له عليه. فسيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام قال له: ده عطيه ربنا ليك. فشوفوا فضل ربنا سبحانه وتعالى، رجع له ابنه، يعني رجع له ابنه اللي بيقوله اصلا. ولا ومش كده كمان، ده رجع له رزق فوق الرزق كمان، اللي هو رجع له ابنه، ويعني رجع له ضلته، ولا ورجع له الرزق اللي هو كان عايزه او كان مفتقده في وقت من الاوقات. فيا جماعة، الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مجرب من ناس كتير جدا جدا جدا. رزق لا حول ولا ذكر، أنا آسفة، ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة حاجة مش هتاخد منك وقت، مش هتاخد منك مجهود والله خالص. بدل ما انت عمالة شاغلة دماغك بان انا عايزه اعمل كذا ومحتاجه كذا ومش عارفه ايه. لا، طب
طب الوقت اللي انت مضيعاه كده في ان انت عماله تفكري ودماغك اتهرت من كتر التفكير وعينك تعبتك من كتر العياط على ان انت مش عارفه تجيبي الحاجه دي او تعملي الحاجه دي او الحاجه دي صعبه عليكي، طب جربي كده شويه قولي لا حول ولا قوه الا بالله بس من القلب. يعني انت لا حول ولا قوه الا بالله دي يا جماعه لما بنقولها ربنا جل شأنه في علاه بيقول للملائكه يا ملائكتي عبدي اسلم لي، يعني سلم لي امره، سلم لي امره كله. فتخيلي انت لما بتسلمي امرك كله لله، يعني مستنيه ايه يعني؟ سبحان الله سبحان الله جل شأنه في علاه. يا جماعه ربنا ارحم بينا من نفسنا، ربنا ارحم بينا من نفسنا. وكلي امرك لله واذكري لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كتير على قد ما تقدري. وان شاء الله باذن الله باذن الله اي حد عنده مشكله او اي حد عنده عراقيل في حياته او اي حاجه نفسه يحققها في الدنيا ان شاء الله بعون الله كله هيتحقق باذن الله. والسلام عليكم، صلوا على رسول الله.